بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. فاكرين الليمون اللي قلنا مع بعض اللي احنا هنخزنه ان شاء الله، نشيل الليمون اللي يتبقى مننا اهو. ده الليمون المستخدم اللي احنا كنا بنستخدمه، نعصره على اي حاجة ونشيله في الفريزر. شايفين ما شاء الله الكمية اللي انا خزنتها قد ايه؟ اتضح ان احنا بنرمي كمية ليمون. شايفة ما شاء الله الكمية، هي الكاميرا كمان مش موضحة الكمية. حوالي ما شاء الله يجي 3-4 كيلو ليمون. الشنطة مليانة. شايفة الشنطة اللي بقى منها قد ايه؟ كل ده ليمون. القشر بتاع الليمون اللي احنا استخدمناه ده بنستخدمه مع بعض في السلطة، في السمك، في اي حاجة بنستخدم فيها الليمون. نعصر الليمون على حاجة، اي حاجة كنا بنستخدم فيها الليمون كنت بشيل القشر زي ما انتوا شايفينه كده، كله معصور اهو. ما هو ده قشر الليمون اللي كان بيترمي ويروح الباسكت. حرام نرمي الليمون ده. شوف هنعمل منه النهارده وصفة، وهنشوف هنعمل من وهنطلع من المية بتاعته هنعمل منها كام وصفة هقول لكم عليها ان شاء الله باذن الله. انتظروني. اول حاجة كده ان انا حطيت مية تغلي على البوتاجاز، وهنزل كده عليها الليمون، وهنشوف باقي المكونات. تعالوا بقى شوفوا بقية المكونات معايا. ان انا جايبة كده اهو 3-4 حبات من الجزر. استبعد بس الليمون ده كده عشان اوسع على نفسي اهو. 3-4 حبات من الجزر، دول حبتين كبار و2 صغيرين، حوالي نص كيلو او كيلو الا ربع جزر. ومعايا كده ملح من 3-4 معالق ملح، ومعايا معلقتين كبار حبة البركة، ومعايا عصفر. دول كانوا ب5 جنيه يعني. هنشوف هنستخدم الكمية كلها ولا لا. ودول 3 حبات ليمون كبار، او 4 صغيرين او 5 يعني على حسب الليمون اللي انت شايفة. دول كبار جدا ما شاء الله. انا دول هفرمهم في الخلاط اللي انا هحطهم، اللي انا هنشوف دلوقتي مع بعض باذن الله. خلونا واحده. فانا هعمل ايه كده دلوقتي؟ ان انا هبشر بالمبشره دي او اي مبشره عندكم، هبشر الجزر، وهنشوف ان شاء الله قبل ما الميه تغلي. انا هبشر الجزر وهرجع لكم. الميه بتغلي معايا اهي. بسم الله. ودي شايفين كميه الليمون ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. كميه حلوه جدا. انزل بقى فيها كده بالميه. ضفنا كل كميه الليمون اهي. هسيبها بقى كده تتسلق شويه حتى عشان اللون الاصفر ده يصفر جامد، والليمون يطرى شويه معايا. هيبقى احلى ليمون مخلل لرمضان ان شاء الله باذن الله، وهيبقى طعمه في منتهى الجمال. وعاملينه من ايه؟ من قشر الليمون فقط لا غير. احنا استخدمنا الميه وجمعنا معانا الليمون، وانا كنت بقول لكم جمعوا الليمون معانا علشان هنعمل منه وصفه ان شاء الله باذن الله مع بعض. فاحنا جمعنا الليمون كده، وهنسيبه ياخد غلوتين كده ونطفي عنه، ونشوف هنعمل في وصفتنا ايه تاني باذن الله. هنا هنسيب الليمون يغلي كده شويه مع بعض قبل ما نعمل الخلطه اللي احنا هنضيفها عليه. حط كده حبه من العصفر اهو، حبه من العصفر. خلي كده حبه معايا، واضيف عليهم كده الملح. بسم الله. 3-4 معالق ملح. واحط كده معلقتين من الحبه السوداء او حبه البركه. هقلب الخلطه دي كلها مع بعضها كده. بقت في منتهى الجمال. وهي دي اللي هحطها على الليمون بالجزر. وهحط الجزر اهو. وادي الجزر بشرناه وجهزناه اهو. هنشوف ان شاء الله بعد الليمون ما يخرج هنكمل في وصفتنا مع بعض باذن الله. كده اللي باقي معايا من المقادير بتاعتي هما ال3 ليمونات وحبه الملح دول اللي بقناهم من الخلطه بتاعتي. فانا هضيف كده الملح، واقطع كده عليهم ال3 وحدات من الليمون. بسم الله. وهملى عليهم الكوز بتاع الخلاط ده ميه، وهفرمهم في الخلاط. هعمل كأني بعمل عصير ليمون بالسكر، بس انا هعمله بقى بالملح اهو. وهعمل عصير ليمون. وكده جهزت كل المقادير والمكونات بتاعتي لحد ما الليمون يغلي معايا، وهنشوف هنعمل برضو في وصفتنا ايه باذن الله. انا هفرم كده الليمون ده معايا اهو. هروح افرمه، وهاجي بقى ان شاء الله نطبق وصفتنا دي مع بعض.
الليمون اهو انا كده خدته من الحل اهو، حطيته في المصفى اسيبه يتصفى كده ويهدى ويبرد. المية دي كنز، اوعى ترميها، مش هنرمي المية دي ابدا. المية بتاعت الليمون دي هنسيبها تبرد ونستخدمها في كذا حاجة. نقدر نغسل بيها شعرنا، وممكن نضيفها كده، نحط حبة منها على الشامبو ونستخدمه للشعر، بيشيل القشرة وحلو جدا جدا في قشرة الشعر. فمية الليمون دي كنز لوحدها. ونقدر نضيفها على الصابون المواعين، واحنا بنعمل صابون المواعين كده نحط حبة كده من الخام ونروح ضايفين عليه حبة من مية الليمون دي، بتخلي لنا المواعين تلمع والازاز بيكون روعة ومنور كده. بعد كده بالميه لها استخدامات كتير جدا. تقدري تضيفيها على شفت الصابون اللي احنا كنا عاملينه القطعه مع بعض، كنا واخدين منه ميه الليمون وخدنا معاه حبه من قشر الليمون وفرمناهم كلهم مع بعض وعملناها زي عجينه كده سايله شويه وضفناها على الصابون اللي هو القطع. تقدري برضو تعملي من القشر الليمون اللي احنا سالقينه ده، القشر اللي احنا سالقينه ده على حبة من المية، تقدري تعملي منه عجينة للتنظيف. تقدري مية الليمون دي تغليها كده في حلة من الألمونيوم أو كنكة أو أي حاجة عندك ألمونيوم عايزة تنضفيها ومش عارفة تنضفيها كويس، تغلي فيها مية الليمون دي هتنضف من غير دعك. جربي كل الحاجات اللي أنا بقولها لك دي، هتعجبك جدا جدا جدا. وكل دي الفوائد من مية الليمون. وفي حاجات تانية مع بعض إن شاء الله نبقى نقولها كتير مع بعض في فيديوهات جاية بإذن الله. لكن دي بعض من استخدامات مية الليمون، كنز، اوعى ترمي المية دي ابدا. ادي بقت معايا كمية الليمون اهي زي ما احنا بادئين مع بعض. فانا هنا فرمت حبتين من الفلفل اللي هو الحامي، الفلفل الاحمر اللي هو الاخضر ده اللي هو الحامي، وهنعمل منه حبة برطمان صغنن كده هنعمله اللي هو بالشطة. عايزه انت تزودي اللي بالشطه ده عادي جدا براحتك، بس انا مش هزود، انا هعمل حبه صغيرين كده يدوب ملو البرطمان اللي معايا ده اهو. حتى مش هحشيه شطه، انا هحطه بس كده من على الوش اهو. شايفه طبقه كده من الليمون عليهم طبقه من الفلفل الاحمر اللي هو هريسه الشطه اهو. ودوسي بقى كده، اضغطي الليمون جامد كده لتحت، هو مسلوق معاكي في منتهى الجمال. حطي كده على الوش حبه من الشطه صغيرين، وهنجيب دلوقتي حبه من الميه اللي بالملح اللي بالليمون اللي احنا فرمناها مع بعض. ادي معايا اهو عصير الليمون اللي بالملح اللي احنا عملناه مع بعض، الثلاث ليمونات اللي احنا عملناهم. بسم الله. هعمله هنا كده عشان هو هينزل ببطء شويه. شايفه بقت معايا الشكل عامل ازاي اهو. شايفه شكل البرطمان طبقات في منتهى الجمال. انا هقفله دلوقتي بسم الله اهو. وادي شكل الليمون اللي هو بالشطه اللي معايا اهو في منتهى الجمال اهو. الليمون بهرسة الشطه من قشر الليمون في منتهى الجمال. تقدري تعملي برطمانات كبير من الخلطه دي براحتك جدا، بس انا عامله برطمان صغير عشان ده هعمله بالعصفر وحبه البركه والجزر. وادي شكله في منتهى الجمال اهو. قبل ما هنهيه بس كده، قبل ما اقفله هحط بس كده حبه معلقه من الزيت على وش البرطمان كده علشان يحافظ عليه لرمضان، وهيبقى في منتهى الجمال. والبعد رمضان كمان يقدر يقعد معاكي لو انت عامله كميه كبيره. خلاص كده هنشوف بقى بقيه الليمون معايا هنعمله ازاي. نفس اللي عملته كده في الليمون بالشطه هعمله في الليمون اللي بالعصفر. انا معايا هنا كده برطمانين مختلفين نقدر نعمل فيهم، او نقدر نعمل في واحد كبير نفس الكميه. انا هعمل كده دلوقتي اهو. باخد حبه كده بسم الله، حبه كده من الليمون، طبقه كده من الليمون وعليهم طبقه من الجزر. شايفه طبقه الجزر عليهم كده طبقه من العصفر بحبه البركه بالملح اهو. هكرر نفس اللي انا عملته كده اهو. طبقه من الليمون
شايفة؟ ولا حشيته ولا عملت له اي حاجة اهو. وعليهم طبقة كده من الجزر اهو. استبعد بس ده كده اهو، واروح كده نازلة بالطبقة اللي هي حبة البركة بالعصفر بالملح اهو، زي ما انتوا شايفين كده وملاحظين معايا في منتهى الجمال. اخد برضه اكرر نفس اللي انا عملته كده، حبة كده من الليمون اهو، طبقة ليمون كده وعليهم طبقة من الجزر وعليهم طبقة من العصفر بحبة البركة. وده هيكون معايا الليمون لرمضان في منتهى الجمال والروعة ان شاء الله باذن الله. وهنفتح عليه مع بعض وهنشوف النتيجة بتاعته، هتكون مرضية جدا باذن الله وهيعجبكم جدا اهو. طبقة كده حلوة من الليمون بالعصفر، من العصفر كده بالملح بحبة البركة. تعالوا بقى شوفي الليمون اللي انا عملته معاكم اهو، العصير الليمون. هنزل بقى كده على البرطمان معايا كده والعلبة بتاعتي، نشوف بقى بس كده المية وصلت لحد فين. شايفة؟ هضيف تاني كده اهو كده. بقى معايا احلى ليمون معصفر او قشر ليمون معصفر بحبة البركة. شايفة الجمال اهو. اضيف برضو عليه كده حبة من الزيت على الوش، بسم الله، على حسب البرطمان عندك. وهغطيه وهسيبه وهعمل نفس اللي انا عملته ده في البرطمان التاني اللي هو اللي معايا ده. وادي اهو الليمون بعد ما خلص معانا ده اللي احنا عملناه مع بعض. شايفة لونه اهو في منتهى الجمال. انا عملت لكم في ده عشان دي شفافة وهيبان فيها اللون اكتر. وده اللي هو بالشطة اهو، شايفة اللون في منتهى الجمال. لكن البرطمان ده اللي انا عملته دلوقتي بس عشان اللون مش هيظهر معاكم كويس، انا عملت لكم اللي هو الفاتح علشان اوريه لكم. وده اللون معاكم اهو. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم ويكون قشر الليمون نال اعجابكم. وده مية الليمون، المية اللي احنا اهو اللي احنا طلعناها، اللي قلنا كنز، اوعى ترمي مية الليمون دي خالص. او مية الليمون دي انا هعمل فيها ايه؟ انا عشان مش هحتاجها دلوقتي انا هحطها في مكعبات تلج او في علبة بلاستيك، هعمل الاتنين ان شاء الله، وهشيلها في الفريزر لحين استخدامها. وقت ما احتاجها اخد مكعبين التلج او اطلعها تفك حبة لو انا حطها في علبة بلاستيك وابقى استخدمها. معايا حبة الزيت دول، احنا دلوقتي ما حطناش للبرطمان ده زيت. بسم الله، هضيف كده عليه حبة من الزيت كده على الوش اهو، علشان يقعد معايا فترة طويلة وفترة اكبر اهو. ووشه مش هيريم ولا هيعمل اي حاجة، وهيكون في منتهى الجمال ويقعد معاكي سنة كاملة عادي جدا، مش هيحصل له اي حاجة. طول ما هو موجود معاكي مش بيجراله اي حاجة لحد اخر واحدة في البرطمان. وده الليمون اللي احنا عملناه من قشر الليمون، مخلل الليمون اللي عملناه من قشر الليمون. وده البرطمان الصغنون الشيك الجميل ده اهو، ده اللي هو بالشطة. تقدري تعملي منه اي منتج من المنتجات دي، لا بالعصفر والجزر وحبة البركة، لا بالشطة زي ما احنا عملنا كده. اوعى ترمي المية. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم النهاردة. وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل حاجة انا هعملها لكم. واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.